السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حبايبي. بصوا دوت ايه، القمح بتاع البليله. هنوريكم ده الفيديو التاني دوت، بننقيه وننقعه ونعمله تاني يوم اهو. بصوا بقى كده بعد ما عملته، ده كان منقوع ومعمول وكل حاجه واستوت وكل حاجه. بصوا بقى، وغاليه هنا ايه، لبن. فانا بقى هاخد المقدار اللي احنا هيتاكل، احطه ايه، بصوا سخنه ازاي. احط المقدار اللي احنا هناكله ايه على البليله، ده نص كيلو. لا هنقدر احنا هناكله، واللي يفيد يبقى ايه من غير لبن كده. تاني يوم برضو تعمليه وتحطي بقى السكر اللي انتوا ايه تحبوه. احنا ايه عايزينها سكر خفيف جدا. شايفين المنظر؟ نقلب بقى كده ايه الجمال والحلاوه سوا كده. بصوا كده يا حبايبي بقى ايه كده لما غلي باللبن خالص اهي. شايفين؟ عشان ايه كله ياخد من طعم بعضه، البليله باللبن بالسكر. انا حطيت سكر معلقه واحده بس، عشان احنا عايزين سكر خفيف. اللي عايز سكر بقى بيحط لنفسه براحته. حطيت معلقه واحده كده عشان احنا ما بنحبش ايه السكر كتير. والباقي بقى هو هشيله ده لما نعوزه نحط عليه لبن برضه. تحطي ربع كيلو، تحطي نص كيلو، تحطي كوبايه، تحطي اللي اقل كتير براحتك. هفرغها بقى وارجع ونرجع بقى مع بعض. بصوا بقى يا حبايبي لما فرغتها، بصوا جمال والحلاوه. حاجه البيت يا جماعه نظيفه. شايفين؟ اللي عايز طبق صغير، عايز طبق كبير، براحته. كل واحد زي ما هو عايز. بصوا جمال والحلاوه. طعمها بقى ايه خطير اهو. غرفتها اهوت هنا على اللبن، واللي فايض اخليه كده اطفي بقى كده على النار. هي كده خلاص، دي بقى كده كده تفضل من غير لبن. لما نعوزها افضيها بقى في حاجه كده، علبه صغيره او طبق صغير او اي حاجه صغيره، واحطها على الرف. لما نعوزها نحط عليها لبن ونعملها. شفتوا بقى الجمال والحلاوه والطعمه. اللي عايز سكر بقى يحط، عايزين تزودوا بليله زودوا. ده كده خلي بالكم نص كيلو دوت كان ممكن لو افراد اكتر يتحط على البليله كلها الكميه دي كلها، وايه وكمان 3 افراد تاني او 4 ياكلوا. الطبق ده مثلا ياكلوه 2، الطبق دوت ياكلوا فرد وده فرد كده. وهنا دوت برضو يعمل تاني، تحط عليه لبن. او ممكن حد تاني اللبن على قده يعمل ايه، يفرغ النص كيلو لبن، اللبن ده كله على الحلين، ويقسمها على العيله كلها واللمه والسهره كلها. شويه فشار بقى وشويه حاجات ومحتاجات كده، وجميل وحلاوه. ودي البليل عندك بقى شويه جوز الهند، زبيب، مكسرات. رمضان داخل بقى ونعملها. وهعملها لكم برضو لما تبقى ايه عاشوره برضو يا جماعه، بتبقى خطيره قوي. كل عام وانتم بخير. بمناسبه الشتاء والسقعه اللي احنا فيها دي، تاكلوا طبق بليله كده سخن، حط شويه زبيب، جوز الهند اللي انت عايزاه، ومن غير اي حاجه. هي جميله جدا. عايزه ترمي فيها ورقه فانيليا اخطر خطير، بس اللي هياكل يا جماعه مش عايز فانيليا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وده الفيديو التاني للبليله. شوفوا الفيديو الاولاني طريقه التحضير عملته ازاي.